السلام عليكم، شكرا عزيزاتي، شلون الصحة؟ أهلا وسهلا بكم قناة جمال وشطارة. فيديو اليوم للبنات وهو عن موضوع الهبات الساخنة. سألت أحد متابعات القناة عن وصفة لتقليل الهبات الساخنة. طبعا هي تحدث بعد انقطاع الطمث، راح تقل عندنا إنتاج الهرمون الأستروجين من المبايض. فإحنا أول خطوة هو المفروض الجسم بنسبة دهون صحية. النحافة المفرطة وزيادة الوزن، شافوا انه ذول الفئتين راح يصير عندهم نوبات اكثر من الهبات الساخنة. فاول نقطة هي الحفاظ على الوزن الصحي والمثالي قدر الامكان. ثانيا الرياضة والحركة، حتى الدم راح يتحرك لكل اجزاء الجسم. تمام. تتنشط الغدة عندنا الكظرية ما فوق الكليتين، هي هم ايضا غدة صماء. النوم الصحي، تقليل التوتر قدر الامكان. هو بعد يعني كل هالحياة صاير بيها هواي توتر، الأحداث هاي اللي جاية تمر، الحروب. ادعوا لإخواننا إن شاء الله تنتهي الحرب والله يفرج عليهم، آمين يا رب العالمين. التقليل التوتر قدر الإمكان راح يساعد إن الجسم بإفراز الهرمونات الصحية. إحنا نريد هرمون الأستروجين لأن هو راح يقلل حدوث الهبات الساخنة. طبعا لبس الملابس القطنية، تقليل عدد طبقات الملابس إذا شعرت الوحدة إجتها هاي النوبة الساخنة. انتقال المكان أكثر برودة. طبعا حتى شافوا الأكل، يعني إذا أكو أكلات مثل تصعد حرارة الجسم، الشطة، الفلفل الحار وهكذا. بعد بالنسبة للشغلات اللي هي من الطب البديل، الأستروجين ما قلكم كل اللي استخدمنه، وهذا الحبة الحلوة احنا نسميه ويختلف من بلد الآخر. كمتابعة من الجزائر قالت احنا هذا ما نسميه يانسون. تمام. احنا بالنسبة لنا والله بالعراق هو هذا اليانسون. تمام. الحبة الحلوة نسميه. قالت هو أصغر عندهم بالجزائر يسمونه اليانسون، حبته أصغر. تمام. فأنتم سألوا العطار من تريدون تشترونه. هنا عندنا اليانسون غني بالاستروجين، فنفوره نسوي شلون الشاي، أنا حاكية عنه بالقناة. طبعا هم مو قلت لكم كلهم اللي يستخدموه استفادوا، احنا نستخدمه لفترة ونشوف إذا واحدة شافت نفسها أحسن عليه، تقللت الهبات الساخنة تبقى عليه. بس ما أقول لكم يومية، احنا ما نريد هم الآثار الجانبية، مثلا مرتين بالأسبوع أو من تكثر عندها الهبات الساخنة. تمام. بعد أكو ناس استخدمت الميرمية، شافوا كذلك قللت عندهم نوبة الهبات الساخنة هم من العطار. هذا الشكل مالتها هاي الميرمية. طبعا احنا هسه هي للملاحظة اللي عندها صرع أو تاخذ أدوية اكتئاب، تمام، ممنوع تاخذ الميرمية. هم كذلك تتفور، واكو ناس تنعس عليها، فبالليل خلوها هي كتجربة واحدة تستخدمها وشوف نفسها استفادت عليها. احنا مدة شهرين نستخدمها، الحاجة يلا نقدر مثلا نحكم عليها. بعد هواي هن شافوا يعني منتجات أعشاب. أنا بالنسبة لي الأكثر شي قريت عليهن وشفت تجارب ناس يعني حقيقية عليهن. بعد عندنا بالنسبة للأكلات، عندنا الملفوف، القرنبيط، البروكلي. تمام. غنية هاي كذلك بالاستروجين. بالنسبة للمكسرات والدهون الصحية، الجسم يحتاج كوليسترول حتى يبني هرمون الاستروجين، هرمونات الأنثوية. في مكسرات العين، جوز الجمل، هاي جدا غنية بالاستروجين. وحتى منتجات الألبان، الجبنة، الزبدة، هاي الدهون الصحية كذلك. شافن فئات من النساء اللي تستخدمها قلت عندها نوبات الهبات الساخنة. بعد فيتامين إي كذلك بالدراسات شافوا إذا استخدمتي يوميا كبسولة لمدة شهرين، نسبة هم كبيرة قلت عندهم نوبة الهبات الساخنة. بس ديروا بالكم عندهم مشاكل بالنزف، ياخذون حبوب مميعة على الدم، لا تديرون بالكم ما تستخدمونه. آخر خطوة هي إذا كل شغلات وحدة جربتها وما استفادت، راح نلجأ إلى هرمونال ريبليسمنت ثيرابي اللي هو العلاج بالهرمونات. تمام. الهرمونات طبعا تدرون هو احنا مرات من الأكل واحنا نخاف، مثلا هسه أنا ما قلت لكم فول الصويا لأن هو معدل وراثيا، وشافوا اللي يستخدمونه تكثر عندهم أمراض لا سمح الله، الثدي والمبايض والرحم. فاحنا مو ظل ناخذ هرمون بعد النوبة بالزايد، لا احنا نحاول نقلل الشغلات اللي تصعدها.
هاي الهبات الساخنة وتكثرها بالجسم. الخيار الأخير هو الهرمونات. آخر خيار إذا كل شي فشل أو صارت حالة المرأة جدا سيئة بسببها، وحتى ممكن يستخدمون الطبيب الباطني يستخدم أدوية مضادة للاكتئاب. هاي آخر خطوات، إن شاء الله ما نوصل لهاي المرحلة استخدموا هاي الخطوات. وطبعا هو يعني ما طول شيء يمر على أغلب النساء، يعني أكو شافوا 80% يعانن لابد إجته نوبة هبات ساخنة، فيعني مو شيء غريب جدا ولا هو اسم الله مرض خبيث، لا موجود، بس احنا نحاول مثلا إذا ما قدرت وحدة تتعايش وياه هو خطوات يعني إن شاء الله حتى تتغلب عليه. ديروا بالكم على صحتكم، إن شاء الله صحة وعافية وسلامة للجميع. باي باي، الله وياكم.